ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لينا على القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو اوعي تنسي تشتركي وتحطي لايك عشان الفيديو يترفع. مش هيخسرك حاجه بس هيفرق معايا كتير. النهارده بقى روتين قوي، روتين الخميس وسهره الخميس. اول حاجه طبعا احنا بدأنا نخش على الشتاء، فكان عندي دفاية، فانا رحت قطعها نصين حطيتها على الكنب بتاعي كده عشان اللي يجي يقعد عليه يبقى من الولاد يعني او احنا او كده يبقى متدفي يعني، عشان القماشة بتاعت الكنب دي بتسقع. فهو بدأت افرش الكنب بتاعي بعد ما نفضت ولمعت الخشب بتاعه كويس. بدأت افرش اهو الدفايات عليه، واحط المخدات كمان عليه اهو زي ما انتوا شايفين. يلا قومي تشجعي معايا، لو بتتفرجي على الفيديو دلوقتي قومي يلا امسكي الريسبشن بتاعك ظبطيه يلا وروقيه. وبعد كده لميت السلات بتاعتي زي ما انتوا متعودين معايا اهو، بلمهم بفضي اي حاجة فيهم. وبعد كده بقوم طبعا زي ما انتوا عارفين باخدهم على الحمام اغسلهم، واروح حاطه فيهم رشه فيهم معطر، بتبقى ريحتهم جميله وكأني لسه جايباهم جداد. اهو لميتهم بقى، وبقول لكم اللي انا هاخدهم على الحمام اغسلهم وابقى اجيبهم. اهو هروح اغسلهم وارجع لكم تاني. بعد كده رحت جايه لميت الحافظه دي. الحافظه دي انا جايباها، كنت جايباها السنه اللي فاتت ب420، بس الصراحه ما عجبتنيش قوي. هي خامتها حلوه تقيله وكل حاجه، وهي انا بفرشها في الشتاء يعني بتبقى قطيفه وكده، بحبها افرشها في الشتاء بتبقى تدفي يعني. بس المشكله ان الظهر بتاعها كان عليها ظهر اسود كده، الظهر ده اتخلع منها، فروحت قصيته خالص ولغيته لانه كان بيكرمش المفرش. رحت قصيته خالص وخليتها زي ما انتوا شايفين كده، وبقيت افرشها على كده. بعد كده رحت جايه هنا على القعده بتاعتي، القعده العربي. اهو بوريكم الدواء بتاع ابني، ادعوله بقى ربنا يشفيه. بياخد جلسات، طبعا بدأنا الشتاء وعاية الشتاء، ربنا يشفي الجميع يا رب، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اهو لميت الدواء بتاعه ولميت الحاجات اللي على القعده كلها وبشيلها، راح اودي كل حاجه مكانها. بعد كده بنفض القعده بتاعتي كويس. انا لسه شايله شلت المساند ومظبطاها يعني، فنفضتها كده تنفيضه من على الوش، وظبطت المخدات بتاعتها كلها وبعد كده جيت على المفرش دوت وقلت اشيله. اهو اشيله معاكم وانفضه برضو لاني هنقعه. انا المفارش دي بنقعها في كلوريكس الوان واريال في البانيو بتاعي. هبقى اوريكم مره طريقه غسيل المفارش اللي زي دي. اهو زي ما انتوا شايفين بمسكه وبروح منفضاه حلو، واروح حطاه، هروح حطاه في البانيو. اهو بطبقه عشان ادخله على طول هامله البانيو، واروح حطاه فيه بعد ما احط الخلطه بتاعتي اللي بقولكوا عليها اللي هي الكلوريكس الالوان والاريال. طبعا احنا المفرش اللي زي دي بتحافظ على السجاد. اهو بعد كده جبت المكنسة وهبدأ بقى اكنس السجاد بتاعي كويس. اهو زي ما انتوا شايفين هبدأ اكنس السجاد بتاعي كويس. اي حاجة حرف بتاع لازم تجيب التراب اللي فيه، عشان الحاجات دي بتفرق معاكي او انت قاعدة يعني. الحاجات دي بتبقى نضيفة كأن لسه انت كأنك مسحة. او بشيل المقشة وبعد كده بقى بكنس بالمكنسة. طبعا احنا المفارش السجادة دي جميلة في البيت، لازم يبقى عندك منها. ولو عندك مثلا القديم ده برضو يعني ما تركنوش، لا اعملوا له اعادة تدوير. انا عندي كان واحد قديم، رحت قطعاه برضو نصين بالطول وحطيته في الطرقة بتاعتي. هبقى اوريهولكوا برضو في فيديو تاني. اهو انا بكنس كويس جدا السجاد عشان لو في اي ترابايه اي حاجة بكنسه كويس جدا. بجيب حتة السيراميك ده عشان لو فيها ترابة ناعمة اي حاجة برضو بروح لماها. اهو بلم معاكم التراب كله. طبعا لما بتكنسي بالمكنسة كأنك لسه غاسلة السجاد، لان المكنسة بتشد اي تراب اي فتلة اي حاجة بتشدها. وانت طبعا محافظة طبعا على سجادك. زي لو زي كده انا على طول فرش عليه المفارش، ما بسيبش السجادة اللي ورا دي، وممكن اسيب اللي قدام دي، انما اللي في النص دي يعتبر كل قعدتنا عليه، فلازم بفرش عليها مفرش سجادة.
اهو همسكها بالمكنسة كويس، اي تراباي اي حاجة المها من عليها. طبعا كلنا عايزين ندعي لبتوع فلسطين، ربنا يا رب يفك الكرب عنهم يا رب، وينصرهم يا رب، وينتقم من كل ظالم، ينتقم من اسرائيل يا رب اشد انتقام، وربنا يرحم اللي ماتوا ويحفظ اللي عايشين يا رب. اهو جبت المفرش التاني معايا، انا بوريكم النوع بتاعه، انا جايباه من اللي هو التركي دوت. بيبقى كده مبروم عامل زي السجادة وبيبقى ايه متغلف، ده بيكون الظهر بتاعه عامل زي الجلد كده، وفيه زي بزابيس كده، في بيضة كده مدورة، ده بيبقى نوع حلو. اهو فرشته معاكم، وبعد كده غسلت السلات وبحطها مكانها زي ما قلتلكوا، سبتها الصفة، وبعد كده جبتها تاني احطها ايه مكانها معاكم. اهو دي بحطها مكانها برضو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت لما بتشجعي وتبدأي بحاجة تلاقي تخش على اللي بعدها، زي ما انتوا شايفين منظر الصالة بقى عامل ازاي. اهو اهو زي ما انتوا شايفين منظر يفتح النفس. على قد ايدك وظبطي بيتك وخليه نضيف وجميل. وزي ما انتوا شايفين انا ساعدت نفسي اهو، بقى عندي دفاية رحت جايباها ومغيرة منظر الصالة خالص. زي ما انتوا شايفين القماشات اللي على القاعدة دي برضو قلتلكوا انا جايباها بالمتر وبعملها اوفر، عندي منها كذا غيار. واهو انا جبت السلات وهحطها مكانها اهو زي ما انتوا شايفين. بعد كده دخلت على الأوضة بتاعت ابني، دي أوضة ابني، ورحت جاية منفضة السرير كويس، انا لسه مغيرة الملاية دي والملاية دي انا شارياها بالمتر ومخيطاها. تشتري براحتك بالمتر الشكل اللي يعجبك، وتوديها عند اي ترزي ياخد عليها ايه، ياخد عليها يعني اجرة ايده زي ما هو يحاسبك ويعملك الشكل اللي انت عايزاه. انا مش عاملة فيها اي حاجة ولا كرانيش ولا اي حاجة، مش عاملة فيها اي حاجة، بس زي ما انتوا شايفين. ممكن تعملي لها كرانيش، انا عاملة كرانيش في الخدادية بس. ممكن انت تعملي الحرف البني اللي هو في اخر ميكي دوت بيتعمل برضو كرانيش. بعد كده جيت على الانتريه بتاعي وقلت اظبط فيه لو في اي حاجة مش مظبوطه، المخدات الفرشه بتاعته البياضات اللي عليه دي انا كنت شاريها برضو ب220، وبتدي ايه منظر جديد برضو للانتريه. بعد كده كنست الحته زي ما انتوا شايفين، وايه رحت منفضه المشايه زي ما اتعودنا مع بعض، واروح لما التراب بتاعي على جنب. هي الاوضه دي يعتبر نضيفه لان احنا ما بنقعدش فيها، وايه ما بيدخلش فيها ابن اللي على قد الايه النوم بس، فرحت لميت عليها التراب اهي، بنتي بتلمه زي ما انتوا شايفين. بعد كده برضو كنست الصالة، كنست الطرقة يا ربي. الطرقة دي يعني بتطلعي من اوضة ابني على طول على الطرقة، والباب دوت باب الحمام بتاع الريسبشن اهو زي ما انتوا شايفين. بكنس معاكم والم برضو التراب الناعم اهو، زي ما لازم جروفك ومقشتك يكونوا نضاف، عشان دول بيكونوا عنوان ايه بنظافتك وبيتك. زي ما انتوا شايفين انا جبت ترنج لابني، يعتبر ارخص ترنج في مصر. ده الترنج دوت ب65 جنيه شتوي، وقماشته جميلة قوي. بوريكم ان قماشته قطيفة من تحت. وبعد كده جينا على سهرة الخميس، جهزنا المسليات بتاعتنا وهي بنتي. ويلا نتقابل في فيديو جديد، ومع السلامة في رعاية الله.